إليك لماذا يعد زيدان أفضل لاعب وسط عرفه العالم؟ هناك ركلة ركنية لفرنسا، تييري هنري يقف عند الكرة ويستعد لتنفيذها. انظروا إلى دفاع كرواتيا، إنهم متمركزون جيدا ويشكلون خطين دفاعيين، كل خط مكون من 3 مدافعين، إضافة إلى لاعب آخر يغطي القائم الأول للحارس. داخل منطقة الجزاء يوجد 4 لاعبين فرنسيين، وكل واحد منهم مراقب عن قرب من طرف مدافع كرواتي لحظة تنفيذ الركلة. هنري يلعب الكرة إلى الخلف نحو زيدان، وفي اللحظة التي يستلم فيها زيدان الكرة يقوم بنصف دورة، ولا أحد يفهم ما الذي ينوي فعله. هذه التمريرة نحو زيدان تخلق اختلالا في دفاع كرواتيا. عندما تصل الكرة إلى زيدان يتحرك جميع اللاعبين نحو الجهة اليسرى. مستغلا المساحة التي تم خلقها، يدخل لاعب فرنسي إلى منطقة الجزاء، ويحاول زيدان إرسال عرضية مذهلة، كرة صغيرة مقوسة ومحولة بالكعب. اللاعب الفرنسي المتمركز بشكل مثالي يسجل هدفا رائعا بضربة رأس.